العصر الحديث بدأ تاريخيا بشكل عام في العالم سنة 1453. إثيوبيا ظهرت على مسرح أحداث العالم في العصر الحديث إمتى؟ الصراع ما بين القوميات الإثيوبية وصراع القوميات الإثيوبية نفسها مع السلطة الحاكمة ده بعدين. بس اللي حصل أخيرا في إثيوبيا مش تداعيات امبارح ولا أول امبارح، لا، على الرغم من أن واقعيا الأمهرة هم عبارة عن قومية هجينة. العواف عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ايه بقى اللي بيحصل في اثيوبيا؟ هنتكلم بشكل مختصر قوي عن الوضع الحالي في اثيوبيا في الحلقة دي، لان الوضع الحالي في اثيوبيا علشان نقدر نفهمه ده محتاج حلقات كتيرة متخصصة وخاصة جدا. لو حبيتوا يعني اكتبوا لي في التعليقات، لان ده تخصصي الرئيسي وده الدراسات العليا بتاعتي كانت في اثيوبيا، سواء في الدبلومة او الماجستير او الدكتوراه. ايه بقى اللي بيحصل في اثيوبيا دلوقتي؟ احنا عارفين ان اثيوبيا فيها أكتر من 83 قومية تقريبا، وأكتر من 180 لغة، بس كل دول تحت مظلة قوميات رئيسية، وهم الأورومو أكبر قومية في إثيوبيا، يليها الأمهرة، يليها التجراي والشعب الأوجادين الصومالي في إقليم الأوجادين. طبعا ده الترتيب اللي بيقولوا التقارير الرسمية، سواء كانت تقارير CIA أو التقارير الصادرة عن الحكومة الأثيوبية. بس التركيبة السكانية في إثيوبيا هي مش كده بالظبط يعني، بس خلينا نمشي معاهم. على الرغم من أن واقعيا الأمهرة هم عبارة عن قومية هجينة، نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. بس اللي حصل أخيرا في إثيوبيا مش تداعيات امبارح ولا أول امبارح، لا، ده تداعيات تاريخ طويل جدا من الصراع ما بين القوميات الإثيوبية وصراع القوميات الإثيوبية نفسها مع السلطة الحاكمة. أتمنى إن ربنا يسهل إن شاء الله ويصدر الكتاب بتاعي عن السلطة في إثيوبيا قريب، ممكن يفيد حضراتكم. بس كمان علشان نقدر نفهم اللي حصل وليه في زي ما اتنشر عالميا جماعات متمردة سيطرت على مدينة كوبر، والمدينة ديت في الإقليم بتاع الأمهرة على الحدود مع دولة السودان. علشان نقدر نفهم تداعيات الموقف لازم نفهم أصلاً إثيوبيا دي ظهرت على سطح أو ظهرت على مسرح أحداث العالم في العصر الحديث إمتى؟ طبعا معروف إن العصر الحديث بدأ تاريخيا بشكل عام في العالم سنة 1453 بعد سقوط مدينة القسطنطينية على إيد السلطان محمد الثاني ابن مراد العثماني. بس دخول أي دولة أو أي مجتمع إقليمي للعصر الحديث ده ليه علاقة
المجتمع نفسه ليه علاقة بأجواء المجتمع والأجواء المحيطة بالمجتمع. يعني على سبيل المثال مصر ما تعدش دخلت في العصر الحديث إلا بعد الحملة الفرنسية وبعد كده حكم أسرة محمد علي. علشان نقدر مثلا نفهم موضوع أسرة محمد علي ودخول مصر في العصر الحديث، مثلا لازم نقرأ الكتاب المهم جدا للأستاذ الدكتور خالد فهمي، كل رجال الباشا، اللي بيوضح لنا ببساطة ازاي مصر بدأت تدخل في العصر الحديث. نفس الحاجة نقدر نقولها في إثيوبيا. إثيوبيا ما كانش ليها تأثير قوي، أو ما كانش ليها تأثير في الأحداث العالمية أو على مسرح السياسة العالمية في العصر الحديث، إلا بعد ما تولى منلك الثاني حكم الإمبراطورية الإثيوبية سنة 1889. وعلشان نقدر نفهم إثيوبيا أصلا إزاي ظهرت على السطح خلال العصر الحديث أو دخلت في العصر الحديث، فأرشح لحضراتكم إن حضراتكم تقروا كتابي عن إثيوبيا، التوسع وتأسيس الدولة، وهو صدر في الهيئة العامة للكتاب في 2017. اللي هو كان في الأصل رسالة الماجستير بتاعتي، واللي عملتها كتاب في الهيئة. المهم إن إثيوبيا ظهرت على السطح، أو ظهرت على سطح الأحداث السياسية العالمية في العصر الحديث كدولة ليها حدود سياسية معترف بيها دوليا، كان في عصر الإمبراطور منلك الثاني ده، والمعاصر طبعا خلال عصر هايل سلاسي الأول، وبعده الثورة والأحداث اللي حصلت خلالها، ثم استيلاء منجستو هايلي مريم على الحكم إثيوبيا سنة 1977 لغاية أما سقط في 1991، وتولى الحكم من بعد جبهة التحرير بقيادة ميلس زيناوي من 1991 لحد أما ميلس زيناوي توفى. المهم اللي عايزة أقوله إن علشان نقدر نفهم الأحداث اللي حصلت أو اللي بتحصل دلوقتي في إثيوبيا، لازم نكون على معرفة ولو بسيطة بتاريخ الصراعات في إثيوبيا. هنعرفه إزاي؟ دي بقى هتبقى مهمتي مع حضراتكم، إن احنا نتكلم بشكل مبسط عن تأسيس الدولة وإزاي حدودها أصلا اتعملت، وتأثير المعاهدات الحدود دي على المية اللي بتوصل لنا هنا في مصر، وتأثير المعاهدات الحدودية دي نفسها على المجتمع الإثيوبي كان عامل إزاي خلال الفترة بتاعة تأسيس الدولة في عهد منلك الثاني. ونتكلم في الحلقة الجاية إن شاء الله عن إثيوبيا كانت عاملة إزاي قبل ما منلك الثاني يتولى الحكم. أتمنى أن انتوا تكونوا خرجتوا بحاجة مفيدة من الحلقة دي، وأشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. كان معاكم داليا سعد الدين، مع السلامة.